السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بإذن الله هنكمل شرح مادة الأساليب. هنتكلم دلوقتي عن الفصل الخامس وهو تحليل التباين في اتجاه واحد. تمام. طيب اول حاجة عندي ان انا في تحليل التباين في اتجاه واحد، اول حاجة انا هفرضها هي الفروض. ايه هي الفروض؟ انا عندي اتش نوت دايما بيساوي، صح؟ طيب هتبقى ميو واحد بيساوي ميو اتنين بيساوي ميو 3 الى ما لا نهاية لحد كي. ايه كي دي؟ كي دي اللي هي عدد العينات او عدد المعالجات ايا كانت هي ايه. تمام. يبقى عدد العينات او عدد المعالجات. طيب اتش 1، اتش 1 احنا عارفين ان هو في اوقات يا اما لا يساوي يا اما بيبقى اكبر يا اما بيبقى اصغر. انا عندي في التحليل التباين بتاع اتجاه واحد انا عندي لا يساوي. طيب هل هو كلهم مش بيساووا بعض؟ يعني ما ينفعش، ممكن يبقى فيه اتنين بيساووا بعض وواحد لا. هيبقى حسب، بس هو قال لي في الكتاب والدكتورة كمان قالت لي ان على الاقل يطلع متوسط واحد مختلف، على الاقل يطلع ايه؟ متوسط واحد مختلف. فقال لي ان انا عندي كي عدد العينات او المعالجات، وكي دي لازما يا اما بتساوي 3 او اكتر من 3. هل ينفع تبقى عينتين بس؟ لا، ما ينفعش. تمام. تمام. طيب تاني حاجه انا بجيب اف المحسوبه. اف المحسوبه بتتجاب ازاي؟ عن طريق جدول انوفا. بس جدول انوفا حصل فيه شويه تغييرات. ليه؟ لان احنا دلوقتي بنتكلم عن تحليل التباين في اتجاه واحد، احنا مش بنتكلم عن الانحدار. احنا اخر مره كنا بندرس جدول انوفا يا اما اخدناها في الانحدار يا اما اخدناها في الفصل الرابع بتاع الاختبارات. طيب جدول انوفا هنا بقى ايه؟ بيقول لي ان اول حاجه بين المعالجات، داخل المعالجات والكل. طيب بين المعالجات كي ناقص واحد، يعني احنا قلنا كي دي لو فرضناها بتلاتة يبقى كي ناقص واحد بتساوي اتنين. طب لو انا عندي كي اربع معالجات، عندي اربع عينات، يبقى اربعة ناقص واحد بتساوي ايه؟ تلاتة. عشان كده احنا ما ثبتناش درجة الحرية. طيب داخل المعالجات ان ناقص كي، ان دي اللي هي عدد المشاهدات، ان دي اللي هي عدد ايه؟ المشاهدات. ان ناقص كي. طيب والكلي هنجمع دول على بعضهم هيديني ان ناقص ايه؟ واحد. طيب مجموع المربعات بين المعالجات بنرمز ليها مجموعها اس اس بي. طيب وداخل المعالجات، داخل المعالجات دي ممكن نسميها على فكرة كلمة تانية وهي ايه؟ الخطأ. حلو. يعني داخل معالجات او معالجات الخطأ اس اس دبليو. ايه ده؟ هي مش كنا بنقول عليها اس اس اي؟ احنا قلنا ان في كذا جدول انوفا عندنا في المنهج. فيبقى انا عندي اللي هو بيتكلم عن المعالجات، داخل المعالجات اللي هو الخطأ اس اس اي دبليو. طيب الكلي اس اس تي. طب ام اس بي زي ما هو اس اس بي على درجة الحرية بتاعتها، او ام اس دبليو اللي هو اس اس دبليو على درجة الحرية بتاعتها، والاف بتاعتي ام اس بي على ام اس دبليو. تمام لحد دلوقتي تمام. كل الفكره ان انا عندي رموز بس ايه؟ مختلف. طيب الاف الجدوليه، احنا قلنا يا جماعه ان الامتحان هيجي يا اما هيقول يا علما بان القيمه الجدوليه كذا، تمام، يا اما هيجيبها في الشكل ده، اما هيجيبها لي في الشكل ده. بصوا جايبين ايه؟ جايب اف وجايب زد وجايب تي وجايب اف تانية وجايب تي تانية. طب انا هعرف ده منين؟ من خلال ان انا اعرف الرموز اللي بعد الاف او التي. يعني انا عندي اف الجدولية هنا ايه هي؟ كي ناقص واحد وان ناقص كي الفا. حلو كده، حلو. كي ناقص واحد اللي هي درجة الحرية الأولى ودرجة الحرية التانية والفا. حلو. حلو. طب ليه ما قالش الفا على اتنين؟ لأن أنا عندي هنا في التحليل التباين من اتجاه واحد، يعني هيحلل اتجاه واحد بس. يعني الرسم بتاعتي هو أصلا ما عنديش رسومات، بس أنا عندي الناحية اللي هي اليمين. حلو. طيب أنا عندي القرار بقى بيتاخد ازاي؟ لو أنا الاف المحسوبة بتاعتي أكبر من الاف الجدولية يبقى هنرفض اتش نوت ولا نرفض ايه؟ اتش 1 ولا نرفض اتش ايه؟ 1. طيب لو اف المحسوبة هي اللي اقل من الجدولية يبقى اذا نرفض اللي هو اتش نو الاتش 1 ولا نرفض الاتش نوت. تمام. تمام. طيب قال لي ايه بقى؟ قال لي لما انا باجي ارفض الاتش نوت لازم ان انا اعرف ايه هي الفروق. ايه هي الفروق اللي بين المعالجات؟ فانا عندي طريقتين لاختبار الفروق بين المعالجات. يا اما عندي اختبار الحد الادنى للفروق، او اختبار ايه؟ شيفي. عندي الاختبارين دول. طب انا هحل بانهي في الامتحان؟ حسب ما الدكتور هتقول. يعني ايه المتوقع يجي مش معروف. يعني السنه اللي فاتت مثلا كانت جايبه ايه؟ الحد الادنى. اللي قبلها كانت جايبه شيفي. في المحاضرة شرحت الاتنين وأكدت على الاتنين وحلت على الاتنين، فمحدش يعرف هي هتجيب بأنهي. طيب ايه الطريقة بتاعتهم؟ الأول الاختبار الحد الأدنى قال لي لو أنا عندي 3 معالجات، طبعا دي مش ثابتة، ممكن الدكتور تجيب 4 معالجات، ممكن تجيب 5 معالجات، محدش يعرف. طيب بس الأغلبية هتبقى جايبة ايه؟ 3 معالجات. طيب ال3 معالجات دي اختبار الحد الأدنى هعمل ايه؟ أول حاجة أجيب الحد الأدنى للفروق. طب الحد الأدنى للفروق ده بيتجاب ازاي؟ هجيب الجذر التربيعي واحط تحتيه ام اس دبليو واحد على ان واحد زائد واحد على ان اتنين وتي ناقص كي الفا. تي ناقص كي الفا دي ثابته معايا في ال3 قوانين. حلو.
ايه ده، هما 3 قوانين ليه؟ مش احنا المفروض ان احنا بنقارن ما بين اللي هو المعالجات بتاعتي كلها، وانا عندي كام معالجة؟ عندي 3 معالجات، فبالتالي عندي 3 عينات، فلازم انا اقارن ما بينهم. مرة N1 و N2، مرة N1 و N3، مرة N2 و N3. حلو كده. فبالتالي هي هتعمل ايه؟ 3 مقارنات. فقال لي MSW، ونفتح قوس واحد على N1 زائد 1 على N2 وتي N ناقص K ألفا. تمام. طيب نفس النظام اللي تحت بس هنغير N1 هنا، تمام، N ناقص هنا N ايه؟ N3. ليه؟ لان احنا بنقارن ما بين العينة الاولى والعينة التالتة. وتي عندي ثابت، نفس النظام في رقم 3. ان هنا ان احنا بنقارن ما بين N2 و N3، يبقى هنا N2 وهنا N3، والتي عندي ثابت. حلو. وبعد كده اجيب ايه؟ الفرق المطلق، اللي هو بجيب لكل واحدة برضو هنا اكس داش ناقص اكس داش 2، واكس داش 1 ناقص اكس داش 3، وهنا اكس داش 2 ناقص اكس داش 3. حلو كده. ليه احنا جبنا 3؟ قلنا عشان احنا بنقارن ما بين 3 معالجات، عايزين نشوف الفرق ما بينهم. طيب احنا كده الحد الادنى. حلو. طيب لو انا عندي الحد الادنى للفروق اكبر من الفرق المطلق ده، يبقى لا يوجد فرق معنوي. طيب لو انا لقيت الحد الادنى للفروق اقل من الفرق المطلق، يبقى ايه؟ يوجد فرق معنوي. نفس النظام في جي في، بس الموضوع ابسط واسهل شويه. انا عندي هنا 3 قوانين بعوض لازما فيهم عشان اجيب كل واحده فيهم. حلو. تمام. هنا بقى في اختبار جي في انا بعمل قانون واحد بس، وبقارن ما بين ال3 فروق مطلقه. يعني ايه؟ يعني انا عندي 1 2 3، انا القانون عندي بيساوي ايه؟ انا عندي الجذر 2 في K ناقص 1 في MSW، تمام، في K ناقص 1 و N ناقص K وألفا. حلو كده. دي اللي هي ايه؟ اللي هي الجدولية على N داش. ال N داش هي بقى فيها اللعبة، هو جمع فيها ايه؟ جمع فيها ال3 عينات. قال لي ال N داش دي بتساوي ايه؟ عدد العينات اللي عندي على 1 على N1 زائد 1 على N2 زائد 1 على N3. فهو جمع لي ال3 معالجات. طيب الفروق المطلقة ما لقاش للأسف ليها قانون، برضو عملها نفس النظام اللي عمله هنا في الحد الأدنى. هيقارن ما بين الأولى والتانية والتالتة، بس أنا عندي اللي هقارن معاه اللي هو الاختبار نفسه بتاع الحد الأدنى للفرق، هو هيبقى القانون واحد بس. لكن هنا في الحد الأدنى هقارن 1 مع 1، 2 مع 2، 3 مع 3. لكن في جيفيه هقارن القانون ده مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. وبرضو لو الحد الأدنى الفرق أكبر من الفرق المطلق، يبقى لا يوجد فرق معنوي، والعكس ايه؟ صحيح. جه قال لي عندي ايه؟ اختبرت 3 مناطق عشوائية حجم كل منها 6 مراكز توزيع لأحد أنواع الشاي. قال لي إن 1 بتساوي وإن 2 و3. مهم، هما عادة ممكن يتساووا بعض وممكن لأ، عادي. المهم عندي إكس داش 1 بتساوي 4.5، وإكس داش 2 3.2، إكس داش 3 بتساوي 7 ايه؟ 7 بس، من غير 7/10 7 بس. تمام. طيب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ اوجد القيمة المحسوبة اذا كانت الجدولية بتساوي 6.36%، واوجد مقياس الارتباط، وده لسه هنشرحه. تمام. يبقى اول حاجة هنجيب ايه؟ اللي هو الاف الجدولي. انا عندي اللي هو الجدول بتاع جيفي، لا سوري، الجدول اللي هو بتاع انوفا، هنجيب منه الاف المحسوبة. اول حاجة هنتكلم عنها درجة الحرية. اول واحدة اللي هي كي ناقص 1. طيب انا كي عندي كام عينة؟ 1 2 3، يبقى 3 عينات، يبقى 3 ناقص 1 بتساوي 2. طيب الدرجة الحرية التانية ان ناقص كي. طيب انا عندي الان هنا كام؟ عندي واحدة ب6 وواحدة ب6 وواحدة 6. طيب نجمعهم مع بعض هيبقوا كام؟ هيبقوا 21. يبقى 21 ناقص كي، 21 ناقص 3 بتساوي كام؟ 15. حلو. معلش هي مش هتبقى 15، هتبقى 18، معلش. يبقى انا عندي 21 ناقص 3 هتديني كام؟ 18. وكده يبقى انا عندي اللي هي الكلي ان ناقص 1، يعني 21 ناقص 1 هيبقى 20. تمام. طيب كم مديني معطى؟ مديني ان متوسط المربعات بتاع الخطأ 2.42%. هل كده اعرف الاس اس دبليو؟ هل انا هعرف كده اجيب الاس اس دبليو؟ اه طبعا. ليه؟ لان انا عارف، او ان انا عارفة ان الام اس دبليو بتساوي ال SSW على الدرجة الحرية بتاعتها اللي هي كام؟ 18. طيب انا عندي
هضرب وسطين في طرفين، بمعنى هقول 2.42 في 18 هيديني كام؟ هيديني 36.3 يبقى هقول اهو على الآلة 2.42 في 18 هيديني ايه؟ 43.56. طيب هل انا عندي الاس اس بي؟ لا. طب هجيبها ازاي؟ احنا عارفين كويس جدا ان الاس اس تي بتساوي الاس اس بي ناقص الاس اس دبليو. طب عشان نجيب الاس اس بي هنعمل ايه؟ هنطرح 43.56 من 81، هيديني الاس اس بي اهو 81. تمام، و78 ناقص 43.56 هيديني كام؟ 38.22. يبقى انا عندي هنا الاس اس بي بتساوي 38.22. طيب الارقام اللي انا حذفتها دي، هي الدكتور لما جت عوضت ما عوضتش عن الان بنفس الرقم بتاعها، فاهمني؟ بس احنا المفروض ان احنا دلوقتي بنحل بخطوات صح. يعني المفروض ان انا عندي هنا ان دي 21 ناقص 3 المفروض بتساوي 18. تمام، لا هي كانت كاتبه بقى هنا 15. حلو حلو. فكده انا جبت الاس اس بي وجبت هنا الاس اس دبليو. طيب هنجيب بقى ايه الاس اس الام اس ايه الام اس بي، اللي هو بيبقى عبارة عن ايه؟ الاس اس بي على الدرجة بتاعتها هتساوي 19.11. يبقى هتساوي 19.11. كده انا جبت عندي المتوسط بتاع المربعات. هعرف اجيب الاف المحسوبة من خلال ايه؟ من خلال اللي هي ام اس بي على الام اس دبليو. طلعت لي ب7، وهناخد اخر رقمين 89. فانا كده عندي الاف المحسوبة اكبر من الاف الجدولية، لان انا عندي هنا كام؟ ب6.36 وعندي هنا 7. ماشي، و89. حلو حلو. طيب اذا كده ايه؟ هنرفض الفرض العدمي ولا نرفض ايه؟ ولا نرفض البديل. حلو كده. يبقى ايه؟ كده هيبقى فيه اختلاف. كده يا اما هناخد اختبار بتاع الحد الادنى، يا اما هناخد اختبار شيفي. طيب احنا هنجيب بالطريقتين عشان نبقى اتمرنا على الطريقتين. فاول حاجه هي الحد الادنى، وممكن نعمل ايه؟ شيفي. تمام تمام. طيب الحد الادنى انا قلت هعمل ليها 3 معالجات، لان انا عندي 3. اول واحده خالص اللي هي ما بين ان 1 وان 2، واللي هي ام اس دبليو. هعمل اول قانون وبعد كده احنا نبقى عارفين الباقي. 1 على ان 1 زائد 1 على ان 2، وبعد كده هنا تي ان ناقص كي والفا. تمام. وبعد كده كله بقى بس باستبدال ايه؟ ان. طيب هنعمل اول واحده. انا عندي ام اس دبليو كانت طالعه لي بكام؟ ب2 و4 42. تمام. وهنفتح قوس 1 على ان 1 اللي هي 6. كده كده كلهم بيساوي 6 زائد 1 على 6. تمام. وطبعا ده مش هيبقى تحت الجذر، هو لحد هنا الجذر بس، الجذر هنا. تمام، الجذر لحد هنا. وبعد كده هنعمل هنا تي ان ناقص كي. ان ناقص كي اللي هو بيساوي 18. تمام. والفا اللي هي الفا كان مداني جام؟ هو كان مديني القيمة دي كلها على بعضها كده بتساوي 2.602. حلو حلو كده. يبقى انا عندي الرقم ده ثابت معايا على طول. نفس النظام هعمل 2 كده، وهتبقى هنا 2.4 42. هنا 1 على 6 زائد 1 على 6. تمام. وهنا التي بتاعتي هتبقى زي ما هي في، طبعا ده مش تحت الجذر زي ما احنا قلنا، 602. نفس النظام هعمل في 3 وهكذا. طيب هيطلع لي كلهم بيساوي كام؟ هيطلع لي 1 و2 و3 هيساوي عندي 2 و34. ليه؟ لان انا عندي العدد العينات، العينة ان 1 وان 2 وان 3 هم كلهم بيساووا حاجة واحدة، ان بيساوي 6 كلهم مع بعض. طيب هل هي ممكن تختلف؟ عادي جدا، ممكن يجيب لي 2 ان مثلا ب23 وان ب5 وان ب4، مش فارق. بس هو هنا في المسألة كان مداني ايه؟ واحدة. تمام تمام. طيب انا عندي الفروق بتاعت المتوسطات بقى. الفروق بتاعت المتوسطات والفروق المطلقة
خلينا في الفروق المطلقة لان احنا اتكلمنا عنها. تمام، اللي هي بتساوي هنا x1 زائد x2، دي طبعا مش هتبقى مختلفة، بتساوي 4.5 ناقص 3.2 بتساوي 1.3. طب حد هيقول لي ايه ده اسمه حد مطلق. يعني ايه حد مطلق؟ يعني لو انا عندي رقم طلع لي بالسالب، لو رقم طلع لي بالسالب هو بيشيل السالب ده. تمام، فيبقى انا عندي اكس هنا 1 ناقص اكس 3، تمام، هتساوي كام؟ هتساوي 3.8. لا ثواني، 2.5، 2.5. وعندي هنا الحد المطلق واكس 2 ناقص اكس 3 حد المطلق هنا، تمام، بتساوي 3.8. حلو، انا كده جبت الفروق بتاعت المتوسطات. هنيجي نقارن بقى، هنلاقي ان الحد هنا ايه؟ هنا اصغر، يبقى نقول ان الحد المطلق او الحد بتاع الحد الادنى بتاعي اكبر من الحد المطلق او الفرق المطلق، فبالتالي هنا لا يوجد ايه؟ لا يوجد فرق معنوي. تمام، هنبص في الاتنين اللي تحت هنلاقي ان الحد اللي هو المطلق اكبر من الحد الادنى، فهيبقى يوجد فرق معنوي في ما بين العينات N2 وN3 وN1 وN3 تاني. يبقى انا لما هاجي اقارن هقول ان انا عندي 2.34 من 100. اول واحده خالص 2.34 من 100 هقارنها مع اول واحده في الحد المطلق اللي هي 1.3. مين الاكبر؟ طبعا اللي فوق. يبقى انا عندي الحد الادنى بتاع N1 وN2 اكبر من الفرق المطلق بتاع N1 وN2، فبالتالي لا يوجد فرق معنوي. تمام، طيب هنيجي رقم 2. رقم 2 عندي بتساوي ايه؟ 2.34. رقم 2 هنا عندي كام؟ 2.5. معنى كده مين الأكبر؟ طبعا الحد المطلق. فمعنى كده إن N1 وN3 لا يوجد فرق معنوي. ليه؟ لأن أنا عندي الحد المطلق أو الفرق المطلق أكبر من الحد الأدنى. طب نفس النظام لما نيجي رقم 3 لما نعملها بنفس القانون ده هيطلع لي ب2.34. طيب أنا عندي الفرق المطلق 3.8. طيب مين الأكبر؟ يبقى أنا عندي الفرق المطلق أكبر من الفرق أو الحد الأدنى للفروق، فبالتالي لا يوجد فرق معنوي بين N2 وN3. يوجد فرق معنوي. ليه؟ لأن أنا عندي المطلق أكبر. يعني احنا بناخد القانون الأول وبنقارنه مع الأولاني، وبعد كده باخد القانون التاني وبقارنه مع التاني، وبعد كده باخد القانون التالت وبقارنه مع التالت. حلو، وكل واحد بيبقى ليه إجابة مختلفة حسب ما هو يجي. يبقى الأولاني هنا عندي إيه؟ يوجد فرق. ليه؟ لأن أنا ده الكبير وبعد كده ده الصغير. طيب التاني لا، أنا عندي هنا الكبير وهنا الصغير، فيبقى هنا يوجد فرق معنوي. طب وهنا ده الكبير وده الصغير، فمعناها يوجد فرق معنوي. حلو، طيب نشوف اختبار شيفيه. أي حد واقف معاه حاجة هيبعت لي أكيد. تمام، طب اختبار شيفيه عندي اللي هو إيه؟ أنا القانون بتاعي 1، تمام، واللي هو N K ناقص 1 و MSW في T الجدولية أو F الجدولية عادي أيا كانت على N داش. طيب أنا عندي N داش دي بتساوي إيه؟ بتساوي 3 اللي هو K. عندي 3 عينات، 1/6 زائد 1/6 زائد 1/6. حلو، بتساوي كام؟ 6. تمام، طيب أنا عندي كده انا هترجم القانون دلوقتي. يبقى عندي ايه؟ عندي هنا ان نفتح قوس K ناقص 1. K ناقص 1 بيساوي كام؟ احنا قايلين ان الدرجة الحرارية الاولانية K ناقص 1 بتساوي 2. MSW عندي كام؟ اللي هي 2.42. حلو، في الاف الجدولية عندي كام؟ انا عندي اف الجدولية وهي 6، كان قايلها لي 36. حلو، على ان داش اللي هي طلعت بكام؟ ب6. هيديني كل ده على الآلة طخ هيبقى 3.203. طيب هعمل الفروق المطلقة وهبدأ أقارن. طيب نيجي نقارن أول واحدة مع دي. طيب 3.203. حلو، مين الكبير ده ولا ده؟ طبعا ده. طيب معنى كده إن أنا عندي اختبار شيفيه أكبر من الفرق المطلق، إذا لا يوجد فرق معنوي ما بين إيه؟ ما بين العينة الأولى
والتانية. حلو. طيب نفس النظام التاني، انا عندي هنا هقارن ما بينه وما بين التاني، مين اللي اكبر؟ انا عندي اللي اكبر ده، معنى كده ان لا يبقى يوجد فرق معنوي. ليه؟ لان اللي عندي الفرق المطلق اكبر من اختبار شيفيه، فبالتالي انا عندي كده فرق ما بين ان واحد وان اتنين. نفس النظام، لان نفس النواتج، بعيدا ان انا عندي ان اختبار الحد الادنى مديني رقم وعندي اختبار شيفيه مديني رقم تاني، بس انا عندي الناتج او الاختبار بتاعي هو باختلاف بس القوانين. تمام كده. كده احنا حلينا على الفرق ما بين الحد الادنى واختبار شيفيه، ايا كان هو المثال هيدوني ايه. مهم جدا ان احنا نعرف ان هنا اف الجدوليه، لكن هنا كان بيتكلم عن تي هو هيبقى جايبها لي، واف الجدوليه برضو هيبقى عاطيهاني، بس لازم اعرف ان انا اف الجدوليه بجيبها عن طريق كي ناقص واحد وان ناقص كي والفا. حلو. اخر حاجه عندي بقى وهي مقياس الارتباط. طب مقياس الارتباط ده هيجي ازاي؟ مقياس الارتباط بيساوي دبليو تربيع بتساوي اس اس بي زائد ام اس دبليو، نفتح قوس كي ناقص واحد على ام اس دبليو زائد اس اس تي. يبقى انا هجيب مقياس الارتباط، انا عندي دبليو تربيع بيساوي الاس اس بي كنا جايبينها بكام؟ الاس اس بي كنا جايبينها ب38 و22 من 100. تمام. زائد الام اس دبليو، ام اس دبليو بتساوي 2 و42 من 100. هنفتح قوس درجة الحرية كي ناقص واحد بتساوي 2. تمام. على ام اس دبليو واللي هي بتساوي 2 و42 من 100 زائد الاس اس تي اللي هي كانت موجودة عندي 81 و87 من 100. هنعملها على الآلة هتساوي 51. طبعا هم ارقام كتير قوي، هتبقى 51 من 100. طيب ده معناه ايه؟ معنى كده ان النموذج كفء. ليه؟ لانه اكبر من 50%. امتى النموذج يكون كفء وامتى النموذج غير كفء؟ لو انا عندي النموذج غير كفء يبقى اكيد اقل من 50%. طب انا عرفت 50% دي انا بحولها، معنى كده ان هي بتبقى 51%. حلو. طيب معنى كده ان هي 51%، يبقى النموذج كفء. ليه؟ لان دي اكبر من 50%. طب لو هي اقل يبقى النموذج غير كفء. ليه؟ لانه اقل من 50%. تمام كده. وكده نكون خلصنا الفصل الخامس واللي هو بتاع تحليل التباين من اتجاه واحد. اي حد هيقف معاه حاجه يبعتلي، ويا ريت لو الشرح عجبكم تدعموني في الكومنتات.